السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. الوغ البنات، الفيديو السابق كنت هضرت لكم على الصدر ومع الاسف كان فيه مشكل في الصوت. والله البنات ما انتبهت حتى الاخوات هكا كتبوا لي في التعاليق ان الموسيقى جات غالبه على الصوت ديالي. ما لقيت ما ندير البنات، ما لقيتش كيفاش نحيد الفيديو، والفيديو الحمد لله جاب مشاهده، فلهذا بغيت ندير فيديو تاني. غادي نهضر لكم شويه على الصدر بالنسبه للفوائد ديالو للشعر، وغنهضر لكم ان شاء الله حتى بالنسبه لفوائد البشره وشنو خاصكم تردوا البال منه. الوغ البنات، انا الصدر استعملته 2 سيمانات للشعر ديالي. كندير درتو السيمانه الاولى 2 ديال المرات، والسيمانه الثانيه غير مره واحده البنات. الصدر هو كينشف شويه الشعر، ولكن راه واحد اللمعان كيعطي الشعر وكيحيد القشره الا كانت عندكم قشره في الشعر، وكينقي الفروه مزيان. الاستعمال ديالو البنات، قد ديروا 2 معلقات ديال الصدر، مطحون الصدر، ديروه مع شويه ديال الماء دافي، تخلطوه. اللي عندها الشعر البنات ناشف دير ليه زيوت، ضيف ليه زيت الكوكو او زيت اللوز او زيت العادي، زيت العود العادي البنات ممكن تضيفوه باش ما كينشفش لكم الزغبه. البنات كيدار غير في الجدر ديال الشعر، يعني غير في سميتو غير في بحال كديروا بحال ملي كتصبغوا البنات شعركم، كديروا بهذيك الطريقه، يعني ما ديروش الاطراف ديال الشعر ديالكم غادي ينشفهم بزاف. من الاحسن البنات ديروا حي ملي كتبداو ديروا الصباغه ديال الشعر ديالكم، كديروا غير في لي غاسينغ وشويه على الطوله ديال الشعر ولتحت البنات. خليوه والله ما ديروش حيت غادي ينشف لكم بزاف. صافي كتخليوه الشعر ديالكم ماكسيموم ساعه البنات، ما تخليوش اكثر، خليوه غير نص ساعه بحال هاد الطريقه البنات. انا درت لكم فيديو توضيحي كيوضح، سمحوا لي العربيه ديالتي شويه مخربقه. كديروا بهاد الطريقه دي بحال كيما يعني كديروا الصباغه للشعر ديالكم، كديروا غير لي غاسينغ وما ديروش على الطوله ديال الشعر، يعني خليو الطوله ديال ممكن في الطول ديال الشعر البنات كما درت انا، درت زيوت باش منها، يعني انا مديره الصدر باش غادي يعني يصحح لي الزغبه ديالتي، حيت واحد الفتره دوزتها البنات الزغبه ديالتي ولات بحال ما صحيحاش، كان يعني كتقطع دغيا. صافي البنات كتغسلوه مزيان، خصو يتغسل مزيان، راه كيبقاو دوك الحبيبات في الشعر. مشطوه البنات وغسلوه مزيان. والله البنات الا واحد اللمعان تيولي بعدا في الشعره، في الزغبه، سمحوا لي، وكتولي الزغبه صحيحه كتحسوا بها قويه، واللي عندها القشره كينقي من القشره. ممكن تستعملوها البنات حتى لوليداتكم، انا درتو حتى لولادي، راه كيحيد القشره. راكم عارفين دابا الوليدات تيغسلوا شعورهم وكيديروا كريمات، وهذا ما كيغسلوش حتى مزيان الشعور ديالهم، كتولي ليهم القشره. كنهضر انا على الوليدات اللي ما غتغسليش ليهم انت. الوليدات الصغار اللي غنعتنيو بهم حنايا حاجه ثانيه، راكم عارفين. فلهذا البنات ديروا حتى الوليدات ديالكم امين، يعني شامبو زوينه البنات. اللي شوفوا البنات عاوتاني ما تستعملوش واحد المده، صافي غير تبان لكم النتيجه وبقاو ديروه مره هكا سميتو الشعر ديالكم ماشي ديما. ودابا نخليو الشعر واجي نهضروا على البشره. الصدر راه فيه خصائص مظهره ومضاده للبكتيريا البنات، وهذا الشيء تيخليه ممتاز للبشره اللي فيها حب الشباب، رؤوس سوداء، بشره دهنيه او مختلطه، بشره حساسه. تستعملوا الصدر البنات. واو البنات، والله انا كنهضر يعني كنهضر البنات على تجربتي شخصيه، وعلى التجربه ديال بزاف ديال الناس. الصدر طبيعي البنات، ما عندكم مناش تخافوا. الو انا شنو كندير ليها البنات؟ انا كناخذ معلقه ديال الصدر،
كنخلطوا شويه ديال الماء ورد. ما ورد انا عندي مقطره البنات، من الاحسن بغيتو ديروا شي حاجه زوينه ومفيده للبشره ديالكم ديروا ما ورد سمحوا لي ما ورد مقطر، او ماء عادي عادي. البنات اللي ما عندهاش ما ورد دير ماء عادي. كتحطوا غير في يديكم البنات، كتزيدوا عليه شويه ديال الماء ورد وكتخلطوه بين يديكم حتى كيولي البنات كيدير رغوه. هو كيدير واحد الرغوه ديالو حيت هو صابوني، وكتابليكوه على البشره ديالكم وكتبداو تماصيو في الوجه ديالكم. عرفتي كوماج زوين للبشره وطبيعي، وكيعطي واحد ليكلا في البشره. كيصفيها البنات، كيحيد دوك كما قلت لكم الرؤوس السوداء، كيحيد الزيوت اللي كيكون عندها البشره دهنيه، كيحيد دوك الزيوت اللي كتفرز البشره، كينقي اللي عندها بقع سوداء ولا هذا، كينقي البنات مع الاستمراريه يوميا. البنات هذا تستعملوا البشره ديالكم، ما عندكم مناش تخافوا، يوميا غسلوا به اما الصباح واما بالليل قبل من سكين كير ديالكم البنات، الروتين ديال سكين كير ديالكم. صراحه يعني شي حاجه البنات اللي والله البنات يعني كتحسوا بالبشره ديالكم نقيه كيف ما كتحسوا بالشعر ديالكم كيتنقى ملي كديروا ليه السدر، حتى الوجه ديالكم كيتنقى. وسبحان الله كيعطي واحد اللمعان توب البنات. تقدروا تخليوه مثلا يعني تابليكيوه هكا على البشره ديالكم وتخليه واحد 10 ديال الدقائق، عاد ديروا ليه. هاد الطريقه هذه انا كنديرها البنات غير مره 2 مرات في الاسبوع. كنخلي 10 ديال الدقائق في البشره ديالتي يعني بحال الماسك، ومن بعد كنفزك شويه صبعاني بالماء وكان هذا كان ماساجي هكا البشره ديالتي باش كندير بحال بيلينغ خفيف على البشره ديالتي. غزاله البنات، وديروا الترطيب ديالكم غزاله البنات، غسلوا به. انا كنغسل به يوميا، انا كنستعملو بالنسبه لي انا كنستعملو الصباح. اللي بغات يعني وعندها الوقت حتى في الليل تستعملو بالليل حتى هو احسن قبل من سكين كير العاديه ديالكم. والبنات راكم كتعرفوا السدر راه مذكور حتى في القرآن. يعني الا بغيتو نهضر لكم حتى على هذا الجانب هذا، يعني انا مجرباه حتى بالنسبه للبنات اللي عندها العين ولا عندها السحر ولا المهم هذا موضوع واحد اخر. ولكن الا بغيتو ندير لكم عليه فيديو نهضر لكم على التجربه ديالتي الخاصه. البنات ممكن تعوموا به، ديروا بيلينغ للبشره ديالكم يعني الجسم ديالكم كامل. ممكن انكم تعوموا به زوينه البنات، في عوض ما ديروا القهوه اللي انا كنديرها بعض المرات. كان في الاخر يعني تنعوم كندير هذا البيلينغ تاع القهوه. ممكن ديروا بيلينغ تاع السدر، تينقي البشره البنات كيعطي واحد الراحه سبحان الله. كيزول الطاقه السلبيه اللي عندنا في الجسم ديالنا سبحان الله. يعني راه شي حاجه ربانيه سبحان الله. كيحيد لكم واحد الطاقه، كيعطيكم طاقه ايجابيه ملي كتعوموا بها البنات. كيعطي طاقه ايجابيه، كيحيد لكم السلبيات. وكيف ما قلت لكم لا بغيتو ندير لكم فيديو شنو اللي كان نزيد للسدر باش كنديروا الجسم ديالي. ان شاء الله ندير لكم فيديو خاص غير على يعني هذا الجانب ديال العين وديال السحر. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى نكون فدتك ولو بالقليل. ما تنساوش البنات الا عجبكم الفيديو خليوا لي لايك وخليوا لي تعليق، والبنات جداد شاركوا في القناه باش يوصلكم الجديد مني. ومع السلامه.